انا عارفه ان اللي بيبص معايا دلوقتي هيفتكر ان انا عامله ملوخيه. اقسم بالله اقسم بالله ان دي وصفه من اجمل الوصفات اللي هتبهرك. بجد بتكثف الشعر، بتطول الشعر، بتنعم الشعر، مفيده جدا لاي شعر متضرر. عندك بقى انيميا، حاله نفسيه، حمل رضاعه، بس لازم المواظبه والاستخدام المستمر. ماسك للشعر فعلا مبهر. انا عن نفسي وعن تجربة استخدمته وفعلا لقيت نتيجة. الماسك بتاعنا النهاردة ماسك مقاديره متوفرة في كل بيت. ماسك مش محتاج مجهود علشان تعمليه، مش محتاج ساعات كتيرة علشان تفضلي سايباه على شعرك 5 و6 ساعات. مش هنحتاج في تطبيقه غير ساعتين بس. ونصيحة: بلاش نعتمد على الماسكات الخارجية للشعر. التغذية الداخلية مهمة جدا برضو. لازم تتغذي كويس، خضار، فاكهة، كلي جرجير كتير. في انيميا، حللي انيميا وخدي فيتامينات. يعني حاولي تحسني من صحة جسمك الاول علشان تلاقي التأثير ده يظهر على شعرك. الحوامل واللي بيرضعوا قلبي عندكم، لان انا عارفة الحمل والرضاعة بيدمروا الشعر ازاي وبيكثفوا او بيوقعوا الشعر بطريقة كثيفة ازاي. بس يعني اهو لو عملتي الماسك ده يعني ان شاء الله يعني على الاقل هيبقى مفيد ليكي مع الاستمرار. مرحلة الحمل والرضاعة كمان هتلاقي ليه تأثير ان شاء الله. نقول بسم الله وركزوا معايا بقى كده. او حاجة مهمة، يا ريت تسرحي شعرك قبل ما تستخدمي الماسك. هيسهل عليكي قوي موضوع ان انتي تطبقي الماسك على شعرك. والمقادير اللي هستخدمها حسب كثافة شعرك. يعني كل ما كان شعرك اتقل او كل ما كان شعرك اطول، المقادير طبعا هتكتري منها. بس قبل ما ندخل كده على وصفة بتاعتنا او الماسك بتاعنا ونتكلم عن مقاديره، يا ريت تعملي اشتراك للقناة ولايك على طول يلا دلوقتي وندخل بينا على المقادير. اول مكون عندي في وصفتنا هو الجرجير. مش قادرة اقول لكم بصراحة على فوائد الجرجير الرهيبة اللي انا عرفتها. ادي بقى فيتامينات ومعادن، مش قادرة اقول لك، بوتاسيوم على زنك على حديد. فياريت بس تغذي نفسك بيه اكتر ما تحطيه على شعرك. وانا هنا مستخدمه الورق بس بتاع الجرجير. العيدان قطعته، حطيه في سندوتش جبنه هينفعك برضو. وعندي هنا نص بصلايه، وعندي كمان 4 فصوص توم. والتوم رهيب في انبات الشعر. زمان كانوا يقولوا لنا ايه، خدي تومايه وعودي دعكي بيها فروه راسك. بس طبعا يعني هنعمل العمله دي دلوقتي كله هيطفش مننا. انا عارفه طبعا ان بصل وثوم في الوصفه صعب. هتقولي ايه ده الريحه، اعمل ايه في الريحه لا ما تخافيش ما تخافيش، انا جربت الوصفه قبلك. الريحه بسيطه وان شاء الله هنعالجها بس في اخر الفيديو. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد الثلاث مكونات دول نحطهم في الخلاط وعليهم بس شويه ميه يا دوب عشان يخلي بس ايه الخلاط كده يلف. نبدأ الوصفه بقى بسم الله. اول حاجه في الماسك بتاعنا ادي الجرجير حطيناه في الخلاط، وعليه البصلايه او نص بصلايه، وعليه 4 فصوص الثوم اللي قلتلكوا عليهم. هنحط قولي يعني ربع كوبايه ميه علشان تخلي بس الخلاط يلف كده. ونشغل. احنا عايزينه ناعم جدا على فكره، علشان عايزين هنصفيه تصفيه جامده. الله، انا مش شامه غير ريحه الجرجير على فكره. هنبدأ بقى نصفي الخليط بتاعنا بالظبط كده. بصوا عامل زي الكريمة ازاي. هنبدأ ننزل الخليط ده كله كده لحد ما ينزل كل المية اللي انا عايزاها. بصوا بقى نشف ازاي. الورق نزلت فيه كل المية اللي كانت موجودة فيه، بقت بالمنظر ده. هنعمل ايه بقى الخطوة اللي جاية دلوقتي بقى؟ هحتاج ايه؟ هحتاج معلقة كبيرة من الحلو ده، زيت الخروع،
وزيت الخروع انتوا عارفين ان هو بيكثف الشعر جدا جدا. فانا مش هحتاج الا اكتر مش اكتر من معلقة بس كبيرة. هنحتاج ايه كمان؟ هنحتاج معلقة كبيرة من زيت الزيتون، وهما الحمد لله اخر شوية عندي، بس يعني مش هستخسرهم في شعري، ده شعر يا ناس. تمام كده، وهنقلب. بجد بجد خلطة جبارة من الاخر. شوفوا بقى كل الفوائد اللي فيها من توم وبصل وجرجير وخروع وزيتون. مش هتحتاجي اكتر من كده علشان تقدري تحسني من شعرك. دلوقتي هتعملي ايه؟ هتاخدي بقى الماسك ده، هتطبقيه على شعرك كله كله، من اطراف الشعر لحد منابت الشعر، فروة راسك كلها وشعرك كله. تدهنيه بالماسك ده وتسيبيه على شعرك لمدة ساعتين، وبعدين تغسليه. لكن الافضل تغسليه بشامبوهات طبيعية اللي هي بتاعت الاطفال، بلاش شامبوهات فيها كيماويات علشان بتضر الشعر، واحنا عايزين نحسن منه اكتر يعني. واستخدمي البلسم بتاعك عادي، حمام الكريم بتاعك عادي. شوفي المنتجات تكون كويسة تقدري ان انت تستخدميها. والماسك ده بيتعمل مرة واحدة في الاسبوع على فكرة، انت مش محتاجة تكرريه. لو عايزة تكرريه ان شاء الله يبقى فيه الشفا، تقدري تعملي براحتك مرتين 3 في الاسبوع. بس لو انت مش قادرة، على الرغم ان مكوناته بسيطة جدا زي ما انت شفتي، لكن لو انت مش عايزة او مش قادرة، يكفيكي مرة واحدة بس في الاسبوع. طيب يا ديدي، بعد ما نغسل شعرنا ونحس ان لسه فيه ريحة توم او ريحة بصل نعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي. كل اللي هتعمليه علشان تتغلبي على ريحة البصل او التوم، ان انت هتستخدمي زيت من الزيوت العطرية اللي انت بتفضليها. انا الحقيقة من احسن الزيوت العطرية اللي بحبها زيت اللافندر وزيت النعناع، ريحتهم قوية جدا في الشعر وجميلة، يعني مقبولة من الروايح اللي تحبي انها تكون موجودة في شعرك، واللي تقدر تقضي على الروايح الغير مرغوب فيها، وتنفع قوي في وصفتنا النهاردة. ما تنسيش بس تذكري الله كده قبل ما تستخدمي الماسك، بسم الله الشافي المعافي، وان شاء الله تشوفي نتيجة تبهرك. بس ان شاء الله مع الاستخدام او مع الاستمرار. اتمنى تكون وصفتي النهارده عجبتكم. ما تحرموناش من دعواتكم ومن تعليقاتكم ومن دعمكم. يا ريت اشتراك للقناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد عندنا، ولايك لايك لايك. ولو الوصفه بتاعتي النهارده عجبتك، يا ريت تكتبي لي تعليقك. دمتم بخير وفي رعايه الله.